عم يعطوا اتاحات فرصه، عم يصير من بعد اتاحه الفرصه ردود افعال عم تؤدي لطرد لاعبين. صح. انا برايي يعني حتى بهيك مباريات، هيك نوعيه مباريات يبتعد الحق عن موضوع اتاحه الفرصه، الا في حالات يكون في هجمه واعد، يكون في هدف محقق ممكن امشي فيها، بس حالي بنص الملعب يعني نحن مثل ما حكيت الافضل انه سلامه اللاعبين كثير بتهمنا، الافضل نصفر الخطا. وبتوقع اليوم طاقم الحكام بقياده الكابتن مسعود قادر يقود المباراه ان شاء الله لبر الامام، قادر يسيطر على المباراه بشكل، شخصيته قويه، عنده خبره كافيه. ان شاء الله اليوم كمان تعاون اللاعبين كثير مهم جدا. صحيح. في لها حساسيه طبعا، حساسيه المباراه. انا كنت حكمت اكثر من موسم المباريات هاي، تحس عندهم اياها هي اهم مباراه بالدوري، هي بين الوحده والجيش حصرا يعني. ما في شك حساسيه. فان شاء الله اليوم الكابتن مسعود بقياده الحكام معه طاقم الحكام يكونوا قادرين انه يضبطوا المباراه، قادرين انه يوصلوها لبر الامام. كابتن جورج، يعني نتذكر في الموسم الماضي ذهابا فاز الوحده بهدف، ايابا رد الجيش بهدف، قبل موسمين ذهابا ايضا فاز الوحده وتعادلا ايابا. يعني المباريات الاخيره، اخر مباراتين ذهابا كان يفوز فريق الجيش، فريق الوحده اخر فوز للجيش ذهابا قبل 3 سنوات وفاز بهدفين مقابل لا شيء. يعني دائما مباريات الفريقين عم نشوف في اهداف، صحيح قد لا تكون اهداف كثيره في المباراه نفسها، ولكن تنتهي الى فوز فريق على اخر. طيب مثل ما قلت لك في البدايه قليله تعادلات قليله كانت في المباريات الاخيره. صحيح قليله، بس وقتها الحكم زاد 8 مباريات 8 دقائق الحقيقه للمباراه. بس رح اقول لك صراحه جمهور الوحده كان يتقبل الخساره ويكون فريقه عم يأدي، هي حلاوه الجمهور. يعني انت وقت تلعب وتخسر يعني، بس الاخطاء التحكيميه انا برايي كمان لها دور بموضوع. شكرا كباتن. اذا سننتقل الى ملعب الجلال، الاحضار بتنطلق صافره البدايه. اليك زميل عبد الله مروح، وبالتوفيق لك مباراه الجيش وحده، تفضل. شكرا لك زميلي اياد وضيوفك الكرام. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احييكم انا عبد الله مروح من ملعب الجلاء في العاصمه السوريه دمشق لنقل المباراه الهامه من المرحله السادسه من الدوري السوري الممتاز لكره القدم، والتي تجمع بين فريقي الجيش والوحده، بين النسر السوري والبرتقاله الدمشقيه. هذا الديربي الكبير الذي يحمل على عاتقه سمعه الكره السوريه، لا سيما انه ينقل عبر شاشه سوريا دراما للعالم اجمع، ليقدم لهم مستوى الكره السوريه التي بدات تتعافى ان شاء الله بعد الحرب الكونيه على بلدنا العظيم سوريا. مباراه اليوم ستقدم ان شاء الله الوجه الحضاري من ملاعب ومنشآت، من فرق ولاعبين، من جماهير محبة وعاشقة لكرة القدم، والتي بالمحبة بين الجيش والوحدة. نعرف سريعا بلاعبي الفريقين. نبدأ بفريق الوحدة الضيف في حراسة المرمى طه موسى، في خط الدفاع مؤيد الخولي رقم 90 يوسف محمد 4، أنس ملحوس 19، ضياء الحق محمد 20، في خط الوسط حميد بودو 23، طارق هنداوي 70. كرة تنتظر هذه الكرة الوحدوية داخل المنطقة، ولكن توقعت إلى رمي تماس. الوحدة باللون الأسود المزين بالبرتقالي، والجيش باللون الأحمر الكامل. إذا في خط الوسط حميد ميدو رقم 23، طارق هنداوي 70، محمد زينو رقم 10، في خط المقدمة محمد حلاق 99، عدي جفال 11، عبد الرحمن بركات في المقدمة، وصاحب القميص رقم 9. كرة داخل المنطقة تبعد من المدافع ومن محمد شريف في النهاية، ويبعد الخطر عن منطقة الجيش. يدرب فريق الوحدة الكابتن رامي كيال اليوم، لغياب طبعا الكابتن غسان معتوق الذي نتمنى له الشفاء العاجل بعد أن أصيب بقريب حاد، والحمد لله والفضل من الله أجريت له مسحة كورونا وتبين أنها سلبية. هذا طبعا أمر مهم جدا، وبحمد الله أن غسان معتوق سيعود قريبا جدا الى الملعب، كما اكد لي اليوم الكابتن ماهر السيد رئيس نادي الوحده ان المسحه كانت ايجابيه، وان غسان معتوق كان بودي ان يحضر المباراه، ولكن لاسباب صحيه ولراحته اكثر فضل ان يتابع المباراه اليوم عبر شاشه سوريا دراما. اذا المدرب المساعد محمد القادري ومازن زيتون، مدرب الحراس سامر الريحاني، المنسق الاعلامي قتيبة الرفاعي، المعالج مهند سعديه، والاداري سمير داوود، لنتابع هذه الكره قبل أن ننتقل إلى فريق الجيش. الركلة الحرة مباشرة لفريق الوحدة، تلعب مباشرة إلى داخل المنطقة الرئيسية، تحول ولكن خفيفة جدا بأحضان الحارس خالد إبراهيم.
طبعا مدرب فريق الجيش الكابتن رأفت محمد. سنبدا من الكادر الاداري ومدير الفريق بهاء مسلو، مساعد المدرب محمد الصنبلي وعلي عبد الحميد مدرب حراس المرمى، عمر عقيل مدرب اليات يوسف مرقه، المعالج منصور شحاف، تجهيزات على منصور فريق الجيش. في حراسه المرمى خالد ابراهيم. المباراه يبدو انها لم تعطينا فرصه حتى لالتقاط الانفاس. نتابع هذه الكره داخل المنطقه، غفلت لا يوجد من متابع، بعيده كانت عن عبد الرحمن بركات. إذا في حراسة المرمى خالد إبراهيم، في خط الدفاع خطاب المشلب رقم 13، جهاد الباعور 4، عبد الناصر حسن 21، يوسف الحموي 25. في خط الوسط محمد شريفة كابتن الفريق رقم 6، قصي حبيب 30 وزيد غرير 10. في خط المقدمة أحمد الخصي 18، مؤمن ناجي 17. وفي رأس الحرب وفي المقدمة محمد الواكد 99. ويبدو الكابتن رامي كيال المدرب المساعد لفريق الوحدة والذي يقود فريق الوحدة اليوم. يقود هذا اللقاء للساحة الدولي مسعود طفيلي، يساعده الدولي عبد السلام حلاوة، والدولي عبد الله كنعان وسامر ماوش. حكما رابعا يراقبها إداريا حسام معسعس، ويقيم حكامها العميد فايز الباشا. شوط المباراة الأول متابعينا.